أسماء شريف منير بنت الفنان شريف منير حكت عن أصعب موقف حصل في حياتها وهو قبل وفاة والدتها بيوم واحد. وقالت أسماء بنت الفنان شريف منير من خلال استضافتها في برنامج يومنا النهاردة مع المذيعة يمنى بدراوي: موت أمي من أكتر اللحظات اللي فيها ألم، اللي بيتعبني إن أنا بيني وبين نفسي دعيت إن هي ترتاح. كانت تعبانة قوي وكان عندها كانسر، وقالت أسمن طلبت من ربنا انه يريحها عشان ترتاح لانها كانت تعبانة قوي. وقالت اليوم ده بتفتكر يوم 3 ابريل وهي توفت يوم 4 ابريل وانا عيد ميلادي يوم 5 ابريل. كانت الناس بتكلمني الساعة 12 تقولي كل سنة وانت طيبة، وبعدين يعرفوا ويكلموني تاني ويقولولي البقاء لله. وحكت أسماء عن أكتر لحظة مرت بيها وقالت إن اليوم ده كان صعب عليها، يوم ما راحت لوالدتها المستشفى قبل وفاتها. قالت إن اليوم ده كان مؤذي جدا ليها بسبب إن والدتها ما كانتش قادرة تتكلم. شاورت لها وقالت إن هي قعدت جنبها ونامت في حضنها زي القطة، وكانت خست قوي ورجليها كانت تعباها قوي. قالت كنت حاسة إنها بتودعني اليوم ده، وقالت انا فاكرة اني نزلت بصيت للسما قلت يا رب، انا عارفة انه صعب قوي بس يا رب ريحها. نمت لقيت ابويا في اوضتي بيقولي اصحي وفهم. وقالت لفترة كبيرة كنت حاسة بالذنب كأني دعيت عليها. ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبرك يا أسماء. يا ريت كلنا ندعي لوالدتها بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان والسكينة لأسماء. وكانت أسماء أعلنت في بداية سبتمبر بارتدائها الحجاب، ووجهت عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام رسالة لمتابعيها. وكمان أسماء حذفت صورها السابقة بدون الحجاب ونشرت صور جديدة لها بالحجاب برفقة زوجها. ياريت كلنا ندعي لها بالثبات. الرسالة اللي كتبتها أسماء لمتابعيها قالت الحمد لله ما كانش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي، بس كنت حاسة من جوايا ان دي الخطوة الصح. الحجاب مش مجرد لبس، ده قرار من القلب، عهد بيني وبين ربنا وراحة ما تتوصف. وطلبت من جمهورها يدعولها بالثبات، وقالت محتاجة أماكن للبس حلو، اللي يعرف يساعدني على الخطوة دي